السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. آه، درسنا بعض الستيتمنت وهي المواقف أو الحالات. هناك حالة ديكلاريشن وحالة الكلاس وعدة حالات. درسنا حالة المتغيرات، يكون إما المتغير في حالة عددية أو في حالة حرفية. هناك أيضا ما يسمى بالكونست. الكونست هو ما نقوم به بتحديد، مثلا نقوم كونست ماكسيموم از لونج 1000، يعني الحد الأقصى مثلا لتكست بوكس أو للبروجرس بار مثلا أو لأي أداة هو 1000 أو 100. بروجرس بار تأخذ من 100 إلى 200. الكونست ناتورال ان اوبجيكت، يمكننا نعلن على ان اوبجيكت بالديسيمال. الديسيمال دي او سي تعني الديسيمال، سي ديسيمال تحويل الى الديسيمال ويعطينا التحويل. وهناك ما يسمى بانوم ستاتمنت، وهو اشبه بالليست. يعني مثلا لدينا انوم كوفي فيها جامب اكسترا لارج وصفيه لحد كبير للكوفي، وتتواجد هذا الانوم في اغلب في الكلاسات. وهناك ما يسمى بالكلاس. قد تعرفنا على الكلاسات، وهو مثلا نفترض انه بوكس او صندوق وصفي يوصف العلو، الارتفاع، اللون الى اخره. وهناك ايضا شبيه له ستراكتر، ونضع ستراكتر كذلك بوكس في اطار بوكس، يمكن ان يعلن نفس الاعلانات عن الكلاس. وهناك الموديل. اخوتي الكرام، نحن حاليا نعمل على موديل. الموديل يطبق على المشروع بالكامل، ويمكن وضع انبوت او غير ذلك من الامور المصرح بها في الوير رايت لاين وكونسول وير رايت لاين. هناك الانترفاس ستيتمنت، وهي بيبليك انترفاس. تحدث مثلا لديك امر معين وتريد ان تقوم به في الانترفيس الخاص بك بالفورم. وهناك الفانكشن درسناها بأنواع الفانكشن. درسنا معرفة سطحية عن الفانكشن وكيف نضع الفانكشن. ولدينا أيضا السوب ستيتمنت، نضع مثلا ما يسيب تتحول من بين بيفال إلى string بيفال اس. ولدينا ايضا ديكلير ستاتمنت، نقوم بديكلير ستاتمنت خاص مثلا من ليبراري معين. هذا الليبراري خاص بالحاسوب. مثلا اردنا التحكم في ازرار لوحة التحكم للحاسوب، او اردنا التحكم في ملفات صوتية معينة، نقوم باعلان من الليبراري الخاص بالحاسوب. وايضا لدينا اوبراتور سيستم للحسابات الرياضية، هنا وضعنا لوب. لدينا بروبرتي ستيتمنت، وهو يتحدث عن الخصائص للبروبرتي للحالة، خصائص هذه الحالة. وهناك الايفن. اخوتي الكرام، نحن نتحدث عن الايفن، وانظر كم من ايفن اصبح لدينا. ولدينا ايضا الديليجات ستيتمنت. سأقوم اخوتي الكرام بتوقيف الفيديو ووضع مثال نظرا لقصر الوقت. اوكي اخوتي الكرام، وضعت حالة، كتبت حالة. لنضع مثلا، نبقي الامر بسيط جدا. وضعت حالة لمتغير من نوع انتجر. الانتجر يحمل قيمة 10. قمنا بتخزين قيمة 10 في الانتجر A، وقلنا له حاليا لا تهتم أخي الكريم بالجمل الشرطية، ولا سنشرحها شرح بسيط جدا إلى الدروس القادمة إن شاء الله. قلت له إذا كانت A التي تحمل قيمة 10 أصغر من 20، إذن هذه سيكتب console where write line A is less than 20. سيكتب لي A أصغر من 20. وغير ذلك and if إذا كان كذلك، قلت and if إذا شرط آخر console will write line value of A is، ويضع
القيمة الخاصة بالأ في هذا الترتيب. ووضعت كونسول ريد لاين لقراءة الأسطر. أقوم بحفظ المشروع وعمل ديباج. إذا الكرام قال لي A is less than 20 value A is 10 لأن قيمة A تحمل 10. لنفترض أن قيمة الانتجر A أكبر من القيمة المحددة وهي 20. نفترض أنها 30. أقول أنها 30 وسأقول له if A is إن كانت A أصغر من 20 فإنه سيكتب لي هذا الأمر. إذا and if سأضيف هذا الشكل and if A أكبر من 20 then and if ليس and if else if لا حول ولا قوة else if A وضح بهذا الشكل and if أقول له console where right line A is bigger مثلا big. لا أدري كيف تكتب bigger بالإنجليزية. bigger بهذا الشكل سأكتبها كانت خاطئة تجاوزوا الأمر then 20 where right line value because لا أدري كيف تكتب كذلك because لا يهم. سأقوم بحفظ المشروع ووضعه. أخوتي الكرام أعطاني النتيجة A is bigger than 20 value of A is 30. لماذا لا أعرف كتابة بالإنجليزية؟ لأنني تعلمتها لفظيا وليس كتابيا، واللغة الإنجليزية ليست لغة ثانية في المغرب. هذا شيء طبيعي أن أرتكب فيها العديد من الأخطاء. اعذروني إذا كانت لغتكم الإنجليزية جيدة، فهذا لا يهم، المهم أن تصل الرسالة بشكل جيد. أتمنى إخوتي الكرام أن يكون شرح المواقف أو الحالات الموقفية إن صح ترجمتها إلى العربية بشكل رسمي مفهوما لديكم إخوتي الكرام. هذا الدرس تجهيزي للدروس القادمة، لذا أخي الكريم أتمنى أن تراجعه جيدا وأن تجيبوا على الأسئلة المتواجدة ضمن الفيديوهات. هناك روابط خاصة للدخول والإجابة عن امتحانات للأسئلة. في أمان الله إخوتي الكرام، إلى الدرس القادم إن شاء الله.